السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي هذا الفيديو يتلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم نقدم لكم خمار بلا دليك بلا عذاب بالخلاط الكهربائي، كيجي غزال، كيجي بحال البالونات. إلا ما كيتفخش معاك المخمار جربي هاد الطريقة غينجح معاك من أول مرة. زوج المقادير: ناخذ واحد الكاس ديال الخلاط الكهربائي نديرو فيه 3 الكيسان ديال العنبة ديال الحليب، بالعبار ديال العنبة ديال الحليب، يكون دافي شوية ماشي بارد. كما كتعرفوا الحليب كيكون في الثلاجة. نزيد واحد المعلقة كبيرة ديال اللي كناكلوا بها الطعام، تكون ممسوحة هذا الخميرة الفورية، ونزيد معلقة صغيرة ديال العسل هذا باش تعطينا اللون. المرحلة الأولى ما غاديش نديرو الملح، وغادي نزيد هنا هاد الزلافة فيها 250 غرام ديال الدقيق الفينو أو السميد الناعم اللي هما الفينو كما كتعرفوه هنا عندنا في المغرب راه معروف، اللي في أوروبا راه هو السميد الناعم. كنطحنوا واحد 2 دقائق مزيان حتى كيولي عندنا الخليط بحال هذا الشكل. دابا عاد غنزيدو الملح الكافي على حسب الذوق، وغادي نبداو نعجنو. كنزيدو هاد الزلافه اللي هي فيها 250 غرام، يعني 500 غرام دابا اللي دخلنا في الخليط، وكنبداو نعجنو. عاد غادي نزيد 125 غرام اخرى فقط، يعني 625 غرام اللي خدا لي هاد الخليط. كنبقاو نعجنو غير بهاد الطريقه، ما كندلكو حتى شي حاجه. كنبقاو ندخلو السميد، وحاولوا بما امكن ما تزيدوش دفعه واحده داك 625 غرام باش يقدر ياخد معكم اقل. العجين راه نتوما كتبقاو ديروا ليه بهذيك الطريقه، ديك الطريقه الدرك هي اللي درت. هو كيشرب صافي. حنا خصنا نخليو العجين في هذا الشكل، لانه هاد الفينو راه بحال السميد بالزربه كيتشرب لينا السوائل. الا بقينا نزيدو غادي يقساح. صافي كنجمعوها، ما كندير حتى شي حاجه، نغطيوها بواحد البلاستيك ونخليوها حتى كتخمر. ما كتاخذش وقت طويل، شي 10 دقائق صافي كتكون اختمرات، لانه فاش كنطحنوها في الخلاط كتفاعل الخميره. صافي هنا غادي نخرجوا منها داك الهواء، وغادي نرشوا داك الفينو. هو باش خدامين، هو باش غادي نقرصوا. كنخرجوا من هذاك الهواء وكنبداو نشكلوا كويرات. الكويرات على حسب اللي بيتو، بيتهم صغار بيتهم كبار. هاد الكميه عطاتني 9. انا كل كويره درت فيها 120 غرام، عبرتهم في التالي. هذاك هو القياس اللي شفتو، هذاك هو القياس اللي درت. الناس اللي عندهم الميزان، اللي ما عندوش الميزان كيديروا عينهم ميزانهم. ودائما كنقطعوا بحال هاد الاداه ولا سكين. الا ما عندكمش كديروا غير سكين وكتبقاو تقطعوا باش اولا كتستعنوا بالزيت. الا ديروا زيت، انا مبغيتش ندخل الزيت فيه 7. بقى صحي غير بالدقيق الفينو. الزيت راه ما كيخليش كاع يتلصق وتبقاو تقطعوا. والعجين كيكون رخو هكا، راه كيجي ما شاء الله تبارك الرحمن. كيجي واحد المخمار اللي يصدق معاك من اول مره. من بعد ما كملتهم ما كتغطيهم يرتاحوا ولا والو. العجينه جايه ما شاء الله رخوه. كنبداو نقرصوا بهذا الشكل، يعني كنخليوها شويه بحال رقيقه، ماشي تكون غليظه. انا بالنسبه لي كنبغي المخمار في هذا الشكل. الناس اللي كيبغيو غليظ اكيد غادي يخليوه غليظ. الناس اللي كيعمروا المخمار تقدروا ديروهم صغيورين تعمروهم، ولا بهذا الشكل نيت كتقسموهم على جوج وكتعمروهم على شكل ساندويتش. صافي كنبداو نقرصوا فيهم ونطفوا في واحد الصفيحه اللي كنكونوا فرشين ليها في واحد المنديل. من بعد ما كنكملوهم كنخليوهم يرتاحوا واحد 10 دقائق في الخميره. ماشي يخمروا حتى يتنفخوا مزيان وتطفش فيهم الخميره، لا يخمروا يعني يتنفخوا غير شوي. صافي كنبداو نخبزوا. دابا راه شفتوا الحجم ديالهم، شويه غادي يضاعف شويه الحجم ديالهم. صافي غادي نشعل على المقله. هنا راني رميت وحده، قطعت منها، غير كتبدا تنفخ واحد شوي كنقلب. كنبقى ندور فيها انا هكا، لان كنخبز انا في هذه المقله. الناس اللي كيديروا المقله الثقيله حتى هي كتخبز، انا كنفضل هذه لانه هذه كتوصل السخونيه. المقله الثقيله انا جربت، واخا الا جهتي كتشوط، الا قللتي ما كتنفخش لك المخمر. انا كنفضل بحال هاد المقالي اللي كيكونوا شويه ما تقال، ماشي تقال ماشي بزاف. كما كتشوفوا هو كيتنفخ، راه ما يعني ما تعاونوش بان بحال غتقولوا غيتقب لكم من هنا ولا من هنا. سبحان الله العظيم، كيصدق من اول تجربه. نعاود معكم شحال من وحده غادي تشوفوهم. انا كنخليه في هاد الشكل ديال الحموريه. اللي بغى احمر بزاف راه غادي نوريكم الطريقه كيفاش يكون محمر مجمر. انا مع كنديرو في الفريكو، كنخليه بحال هاد الشكل حتى ملي كنعاود نسخنو كيزيد يتحمر. كنبقاو ندورو على الجناب باش يتحمر لينا مزيان. صافي غادي نحيدها ونرمي واحده اخرى. كنرميها
كنخليها غير كتبدا شويه كتشد راسها كنعاود نقلب. كما كتشوفوا هي كنقلبها المره الثانيه كتبدا تنفخ بوحدها. انا كنحاول ما امكن نقرب لكم الكاميرا لانه ما عطيش حقه في التصوير صراحه باش تشوفوا مزيان. هنا الا بغيتو يكون محمر بهذه الطريقه كتعمروا شي كاسرونه ولا بحال هاد الهشوار، كتبرك عليها باش كتوصل حتى للقاع كيوصل، كدور بها الحموره جوج مرات حتى كتنفخ، ما كديروش من الاول وكيجي المخمر مجمر. صافي كتحيدوه هنا من بعد ما ساليتو. هاد القياس عطاني كما قلت لكم 9. انا راه حاولت نقرب الكاميرا ما امكن باش يبان لكم بالشكل، راه كيجي ما شاء الله تبارك الرحمن غزال، وكيجي بداك الفينو ما شاء الله بحال الا دايرين فيه الفورس، هو تيجي بلا فورس، كيجي غزال من فوق، كيجي بحال الشهده من الداخل كما كتشوفوا. انا حطيت المقص كنت بنفتح بيه ساعه فتحت غير بيديا. انا عجب عفوا. إلا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك واشتراك وشكرا وإلى اللقاء.